مصطفى. اهلا. عوافي يا مصطفى. يا عماد. ايه اخبارك؟ تمام. يما مش باين هردك ايه؟ انا بسقي البصل. بصل. ندور الموتور اه. وبسقي البصل. وليه عنوب مدلدلك هي برضه كله رقابه نايمه كيف ليه على الحيطان كيف؟ على الدرابيش. ما صبغتوش يا السوق حلو. اه ما صبغتوش يا مصطفى يا سبقوه. اه. اللي هي اول ما سبق فيها. انا جاي لك يا مصطفى موضوع كبير. قلت لك لما تيجي تزرع استشيرني انا يا مصطفى. اروح ابطل الموتور يعني؟ لا ما تبطلش الموتور. اما ليه؟ بس يا مصطفى يا شيخ، وبعدين مزود له الميه ما تحطهاش في حوض واحد عشان بيقلع الراس من تحت. ده لازم تخليه ماشي السرايب مع بعضها الميه عشان يشرب مع بعض والميه تبقى ضعيفه مع بعضها تساوي بعضيها. انت كده شوف نقر زي النقره دي، عامل زي السوسه اللي بتاكل في الصوم، وهو اللي حاله ضايق ورقابه نايمه. إيه؟ اروح ابطله يعني الموتور؟ ما تبطلهوش، انت كان فتحت السرايب مع بعضها يا مصطفى. هبقى اعلم لمتى انا. ما مش عارف ازرع. بعدين يا مصطفى ايام لما تيجي تزرع الناس كلها تزرع، من هو مين هيشتري؟ هو دلوقتي كله زرع، ما البصل مين هيشتريه؟ لا يا شيخ وضعك ده ما ينفعش يا مصطفى. يعني اقلعه؟ لا ما تقلحوش، اصلي انا سمعت عليك برا والله الناس كلها عماله تتكلم كثير. الحقوا مصطفى زرع بصل، الحق مصطفى زرع بصل، لما اجي في الاخر الاقي البصل رقابه نايمه ومدلدل كده. طب ايه دي؟ ايه اللي رقابه نايمه على الدرابيش ده؟ ما متى هيصحى ده ولا يفوق؟ اذا زي ما تقول كان بقاله اسبوع في الشوالة اه. لغايه ما صفر والصفير جاء. شكلك فاهم. اه. اه. بس وين زرعت وين دور الموتور؟ طب الموتور ده مش بفلوس الميه دي؟ بفلوس، ده موتور غاطس. طيب وكلفوك كام التقاوي اللي جبت فوق؟ دول يا شيخ العرب بالبصلة. البصلة. البصلة بجنيه. يا واحد هي وصلت للواحدة في البصلة؟ بجنيه الواحد. ما كانت بالربطة؟ كانت عاد. كمان يرحم ايام كانت. بقيت بالبصلة؟ بالبصلة بكام ان شاء الله؟ بجنيه اهي. بجنيه؟ اهي بجنيه من السوق. واللي دي فيها الضرن دي ولا ايه؟ اديها السل. طبعا دي السل دي بجنيه يا مصطفى، انت متأكد؟ ده كان جبت لك مصاصة ولا احسن. مغزن هوش زي الناس. والله كان شو قلت لك المية يا مصطفى؟ الحق حوش حوش يا مصطفى، افتح الحوض الثاني، افتح الدرباس الثاني اللي تقلعهم كلهم. صدق ما صبغتهم، ايوه ما تخليش ايوه كده، حولها في حوض ثاني اهدى عشان تسقي اللي مع بعضيها. نعملها طيب. عايز اقول لك في نهايه كلامي عشان ما تقولش ان الراجل ده جاي ينق علي ويجر علي وباصص لي في البصلات، هم طبيعي نايمين لحالهم، يعني طبيعي ما يتحسدوش، ليه رقابهم مدلدله اهدي لحالهم زي النفر اللي وراه الشرق والغرب. انا جاي اقول لك بس يا ولد عمي، الشرايه دلوقتي ارخص لك من الزراعه بتاعتك. لما انت بتقول لي كهرباء كارت كهرباء بيصرف عليك 50 جنيه المطلوب وشويه صبر والقليه، وفي الاخر جيب لي بصله فيها السل. والله يا اخوي شرايته احسن، انت تشتري لك 3 4 كيلو هيدوك الشهر. ليه هو تقدر تروح. ما هو طبيعي. تقدر تروح. أهيني انت بيقولوا لي عليك حاسد. يلا يا عمي. يلا بلا بنقول. رقابه نايمه يلا يا لحالها. ابو يلا. والله يلا. بدك حق يا مصطفى. يلا يا عم يلا. بصلك اللي فيه السل ده. ايه يا راجل حاسد.